في شويه حاجات كنت بعملها زمان بصراحه لما افتكرها دلوقتي باضحك عليها، بس اياميها ما كانتش مضحكه، كانت بتاخرني وبتضيع مجهودي وبتاثر على صحتي وعلى جسمي وبتعب وبيجي لي احباط وبكسل وشغلانه كبيره قوي سعادتك. ولما تعرف الخمس حاجات اللي هقول لك عليهم النهارده هتفهم انا بقول لك كده ليه. لان حرفيا انت لو بتعمل الغلطه او اكتر من غلطه من الغلطات اللي بقول لك عليها دلوقتي دول ممكن يضيعوا سنين من عمرك، مش هقول لك على الفاضي بس شبه على الفاضي. انا فاكر اول سنه دخلت فيها الجيم ما لقيتش فيها اي نتائج حرفيا، ولا جرام عضل اكتسبت. بالعكس انا خسرت من الجزء البسيط اللي كان عندي. كنت بتمرن من 3 ل 4 ساعات في اليوم 7 ايام في الاسبوع، بلعب اكتر من ساعتين كارديو وساعتين حديد بلف على المكان كله. طبعا ده غلط، اكيد انت فهمت ان ده غلط. العضله بتكبر بالحاجتين، الميكانيكال تنشن اللي بيقع عليها والراحه والريكفري اللي بتاخده بعد التمرين. فانت حرفيا لما ما بتدخلش نفسك في فتره راحه، انت الحمل التدريبي اللي بتحطه على العضله دي هتتقلب ضدك مش معاك. فتره الراحه فتره الريكفري مهمه جدا جدا جدا. لفتره من الفترات كنت بضخم، بس كنت باكل اي حاجه قدامي وخلاص، بيتزا برجر بشاميل كريب اي حاجه قدامي باكلها، لان انا كنت عايز اضخم. انا بدات تخين وخسيت جامد قوي بدايت غير صحي تماما. بعد كده عايز ازيد وعايز اعمل بالك، عايز ابقى كتله عضليه محترمه، فباكل اي حاجه قدامي خلاص. طبعا ده ادى ان انا زدت كتله دهون محترمه تعبتني بعدها وانا بنشف، وده مش صح. حتى المكتسبات العضليه اللي اكتسبتها في الفتره دي قليله مقارنه بواحد عمل كلين بالك، او انا الواحد ده اللي بعد كده لما بقيت فاهم ودارس وعارف انا بعمل ايه كويس وعملت كلين بالك، عرفت احتياجي، عرفت سعراتي، عرفت البروتين، كميه البروتين اللي بدخلها جسمي. لما عرفت الكميات دي ساعتها عرفت اكتسب اكبر كتله عضليه باقل نسبه دهون ممكنه. الغلطه الثالثه، انا كنت مهووس بحاجه اسمها سبلمنتس، مكملات. وعايز اقول لك ان حصل يعني صدفه بحته اتقلبت ضدي، ان انا لما خدت مكملات بشكل كبير قوي عمال على بطال، انا جبت بي سي دبل اي، جبت فات بيرنرز، جبت كرياتين، جبت بروتين مره واحده تك 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 ورا بعض. انا عايز اقول لك ان انا لقيت نتائج، ولقيت نتائج كويسه. هتقول لي طب ما هو فين الغلطه في كده؟ ما انت لما جبت مكملات كتير لقيت نتائج كويسه. الفكره ما كانتش في كده، الفكره ان انت زي منى لما جبت المكملات الكتير قوي دي بالشكل المبالغ فيه كنت ماشي بدايت مناسب، وده الاهم، ونظام تدريب مناسب الى حد ما ساعتها بالعلم المتاح ساعتها اياميها. فلقيت نتائج كويسه مقارنه باللي قبل كده. ساعتها انا دماغي ربطت ايه؟ مش الدايت المناسب ومش التمرين المناسب اللي وصلني للنتيجه، لا، المكملات. فبقيت اجيب اكتر وازود اكتر واجيب انواع اكتر ملهاش اي 60 لازمه، وبصرف فلوسي حرفيا على الارض. بس انا ربطت ان المكملات دي هي اللي بتجيب نتائج، مع ان العكس، الدايت بلان والورك اوت بلان الاساس اللي اتحط صح هو اللي عمل لي نتائج. بالعكس المكملات دي فلوسها لو اتصرفت في مكان صح كان زمان عملت نتائج احسن. بعد كده بدات اعقل وافهم وان انا مش محتاج المكملات دي كلها، هو كرياتين وبروتين لو انا مش قادر اكمل احتياجي، وبري ورك اوت ده لزوم الدلع. يوم في شغل مرهق، يوم في انا مش نايم كويس، يوم في عندي مذاكره كتير، كنت باخد السكوب بري ده كده ايه للدلع، لو انا عايز احط في التمرين قوي وانا ميت مش قادر ومش عايز اريح فباخد البري ورك اوت بس. ما كنتش باخد اكتر من كده، على عكس ايام زمان لما كنت باخد بي سي دبل اي واي دبل اي وامينو اسيدز وحاجات كتير قوي انا كنت ملهاش لازمه حرفيا كنت باخدها، وفات بيرنرز كنت باخدها عشان بس انا اسمي عايز اجيب مكملات كتير، واسمي ان انا جيماوي والاقي منها نتيجه وبالتالي اكمل واخش في الدوام المفرغه دي اللي ما بتخلصش. الغلطه الرابعه ان انا كنت بقارن نفسي بغيري. زمان ما كانش فيه انستجرام، ما كانش فيه بقى الريلز والانفلونسرز والناس الكتير قوي اللي على الانستجرام اللي ماليه الانستجرام دي كلها، فبتبقى عينك مزغلله بسببهم. ساعتها ما كانش فيه الكلام ده. يعني انت دلوقتي بتعاني اكتر مني ما كنت بعاني زمان. ايه الغلطه اللي كنت بعملها؟ ان انا بقارن نفسي باللي في الجيم، ناس بتاخد استرويد او ناس بقى لها سنين السنين بتتمرن، وانا لسه ما كملتش السنه ولا السنتين على بعض كلي بنظام مش مناسب، وعايز اوصل زيهم. انا عايز ابقى زيهم، ولو ما وصلتش زيهم مش هتعب، مش هاجي على نفسي، مش هحرم نفسي اكتر، مش هعمل دايت صح، لا، يجي لي احباط وكسل. انا عمري ما هبقى زيهم. لا طبعا ده مش صح. قارن نفسك بنفسك قبل كده. وده بقى لما اتعلمت بعدين، عشان كده بقول لك اتعلم من غلطاتي. لما اتعلمت بعدين بتصور نفسي كل فتره وابقى عارف انا النهارده عامل ازاي، طب الاسبوع اللي جاي عامل ازاي، طب الاسبوع اللي بعده عامل ازاي. والله انا بتطور خير وبركه. مش بتطور يبقى في غلطه، في غلطه في الالتزام، في غلطه في النظام نفسه، في غلطه ما موجوده. فلو قارنت نفسك بغيرك حاجه من اتنين، هيجيلك احباط اصلا، يا اما ان انت هتفضل تتعب 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 واملك واحد، ممكن يكون بياخد سترويد اصلا وانت شخص طبيعي من جوه متدمر، هو من جوه بايظ صحيا بايظ، مجرد شكل جسمه من بره. هل انت عايز تبقى زيه وتاخد الباكج كامله؟ فورمه كويسه،
ولكن فورمه او فورمه اللي هي فوق الكويسه بشويه، اللي هو بياخد سترويد بقى، ولكن من جوه متدمر، هتقول لي لا انت اخد المظاهر بس. خاصة ان فترة الانستجرامز والانفلونسرز والكلام اللي على السوشيال ميديا دلوقتي بقى يأثر اكتر من انا لما كنت متأثر زمان. انا كان اخري دايرة الجيم 5 6 فرم في جيم بلدي بياخدوا سترويد، فانا كده معجب بيهم. لكن لا، انت دلوقتي بقى املك وهدفك اعلى من كده بكتير. واخيرا وليس اخيرا، الغلطه الخامسه اني كنت بلعب كارديو بشكل مبالغ فيه. غيري كتير هيقول لك انا كنتش بلعب كارديو زمان، اوعى ما تلعبش كارديو. لا، انا بقول لك دلوقتي اوعى تلعب كارديو بشكل مبالغ فيه. انا كنت بوصل من 2 ل3 ساعات يوميا كارديو، يمكن على مره واحده او متقطعين، شويه قبل التمرين شويه بعد التمرين. فعشان كده التمرين لوحده كان بيوصل ل4 ساعات، واوقات بيعدي كمان 4 ساعات. اوقات بيوصل ل5 ساعات تمرين في الجيم، بس منهم زي ما بقول لك من 2 ل3 ساعات كارديو. طبعا ده رقم مبالغ فيه لواحد اصلا مش ملتزم بدايت بلان كويسه، وعشان يخس بيقلل اكل وخلاص. نص رغيف، ربع خياره، معلقتين مكرونه، الكلام ده طبعا ما ياكلش عيش. انا كنت بعامل جسمي كاني روبوت مش كاني بني ادم، فبالتالي طبعا اي حاجه تزيد عن حدها هتتقلب ضدك، فاتقلبت ضدي. فكل ما افتكر الكلام ده زمان، ليه كنت عامل كده؟ بس انا على ايامي ما كانش في حد ينصحني زي ما بنصحك دلوقتي كده. انا كان المرجع الوحيد بالنسبه لي المدرب بتاعي، اللي هو اصلا اللي كان بيقول لي اعمل كده. ما انا معلش، اول ما دخلت الجيم انا هعرف منين العب ايه وقد ايه؟ كل اللي بقوله لك دلوقتي ده كان مدربي ايام الجيم القديم خالص، كان هو اللي بيقوله لي على قدر علمه وخبرته، على قده، على ايام العلم اياميها كمان. فانا مش عيب فيه طبعا، راجل محترم، بس انا بتكلم في ان هو على قد علمه ساعتها. ما كانش فيه زمان سوشيال ميديا، ما كانش في زمان حد ينصحك، ما كانش في زمان مدربين ينزلوا فيديوهات زي ما بنزل دلوقتي، ما كانش في الكلام ده. عشان كده لو في اي غلطه من الغلطات اللي اتقالوا في الفيديو دول، انزل اكتبهم في الكومنتات تحت. ولو كان في غلطه تانية انت كنت بتعملهم ما اتقالتش في الفيديو، ولا في الكومنتات، يمكن غيرك يستفاد. وما تنساش تعمل شير للفيديو ده لصاحبك اللي هيحتاجه اكيد، ولايك وسبسكرايب وتشغل الجرس، لان اللي جاي اقوى بكتير، وهنكبر سوا.